فبيقولوا لها مش فاكره اللي حصل معاكي زمان بسبب الثعلب المجنون ده؟ فبتقول لهم الكلام ده كان زمان، انا دلوقتي كبرت. فبيقولوا لها من باب الاحتياط احنا عملنا لك الشنطه دي وكل حاجه فيها بتبقى علشان تحميكي من الثعالب. القطر بيوصل فبتودعهم وبتمشي وبيكونوا كلهم في منتهى الحزن، ولكن جودي بتشغل اغنيتها وبتستمتع بكل حاجة بتشوفها في الطريق. بتدخل ارض التلج وبتنبهر من اللي بتشوفه، بتوصل للمدينة واي حاجة بتشوفها هناك بتبقى جديدة عليها. المهم بتروح تأجر افخم اوضة فيك يا مدينة. لا وكمان الجيران ما بيسكتوش لحظة، والغريبة انها بتبقى مبسوطة. المهم بتصحى بدري وبتاخد رش الثعالب وبتروح لاسم الشرطة، وبتلاقي النمر ده وهو بياكل، واول لما بيشوفها بيقول لها انا مش مصدق نفسي، على اخر الزمن الارانب بقت ظباط. فبتقول له لاحظ ان كلامك جارح. فبيقول له انا اسف والله ما كانش قصدي. فبتقول له لا عادي، بس في حاجه طالعه لك في رقبتك. بيبص فبيلاقيها دونت، بيبلعها وبيقول لها حقك عليا، اصل انا بعشق حاجه